السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. فيديو النهارده احنا معزومين بره. معزومين فين؟ لا علي صوتك. معزومين فين؟ احنا رايحين فين دلوقتي؟ عند ندى مين؟ ندى خالته. هي ما بتقولش خالته، هي بتنادي كل واحد باسمه، يعني حوده ما بتقولوش خاله. لا ما عندهاش حته تحترم كل واحد، بتقول يا خاله يا خالته. ندى خالته. رايحين عند مين؟ خالته ندى. هتاكلي ايه النهارده؟ لا، انتي امبارح قلتي لي نفسي اكل ايه وقلت لك هناكله عند مين؟ كان نفسك تاكلي ايه؟ لا مش رز. كان نفسك تاكلي ايه؟ سمك. يا خلاوي. هنا اول امبارح يا جماعه صحيت. بصوا انا بسال هنا عن الاكل، يعني يمكن ما بسالش للكبار لان كل واحد بقول له تاكل اي حاجه. كل ما اسال حد اي حاجه، دي اللي بتقول لي عقاد نافع. تاكلي ايه يا هنا؟ قالت لي سمك. رحت قلت لها ما احنا هناكل سمك عندنا ده، صح؟ فعشان احنا متفقين على كده. المهم قولوا لي ايه رايكم في الفستان القمر ده؟ بصوا الكمال، بصوا الكشخه بتاعت هنا، بصوا الحلاوه، بصوا القمر. الفستان ده يا جماعه معمول لها يدوي، معمول بالايد خلاص، يعني مش جاهز ولا مصانع، لا هاند ميد. وهسيب لكم رقم اللي عملت الفستان ده، بصراحه ربنا يكرمها وتسلم ايديها، حلوه قوي. طنط اللي جات لنا المحل، فاكراها؟ اللي بتقولي مين اللي عمله، لان الصراحه هو الفستان معمول من فتره، يعني يقولوا بقاله شهر ونص ولا حاجه، بس انا ما لقيتش مناسبه ان انا البسه لهنا. بس النهارده الجو هوا جامد قوي وبرد، فقلت لا لازم اتقل عليها، فطلعته وقلت ده انسب ان هي تلبسه النهارده. عايزه اقول لكم انا كنت مختاراه من صوره معينه، وقلت لها انا عايزه ده بنفس الجاكيت. هو كان بجاكيت بنفس الجاكيت بنفس كل التفاصيل، بس في الصوره ما كانش فيه شنطه. استني ارفعي ايدك هنا. فهي عملت شنطه لهنا من نفس الالوان ونفس الخيط، شنطه ارنو، عشان هنا بتحب الشنط انتوا عارفين. بصوا هقول لكم حاجه، شغل الهاند ميد بكذا نوع خيط، وطبعا كل خيط وليه سعر خلاص. فانا مش هقول لكم بصراحه سعره كام ولا انا دفعت فيه كام، عشان عارفه ممكن ناس كتير تستغل السعر اللي انا دفعته. جرب تجهز عشان جايه معايا، فممكن ناس كتير تستغلى المبلغ يعني اللي انا دفعته، فانا مش هقول. لكن في انواع خيوط كتير باسعار، في الاقل وفي المتوسط وفي الاسعار العاليه. انا صراحه اخترت السعر العالي، قلت لها عشان مش عايزه اللون الاحمر ده يبهت ولا ينزل لون، فجابت لي احسن خامه من الخيوط. فانتوا لو حابين برضو احسن خامه بتطلبوا منها، عايزين خامه اقل على حسب السعر اللي انتوا عايزينه اطلبوا منها، وهكذا. بتعمل حاجات كتير جدا. كانت عامله لي كوفيه قبل كده، جابتها لي هديه، وده كان اول تعارف بينا. فساعتها لما شفت الكوفيه قلت لها كلمتني يعني عن شغلها وكده، ووريتني بقى شغل الفساتين وكده، عجبني قوي الفستان، فطلبت ان هي تعملهولي لهنونتي، عشان انتوا عارفين انا بتحب الفساتين، وانا مشكلتي الفساتين الشتوي، يعني عندي صيفي كتير لكن شتوي لا. فعجبني جدا. انا هخلي هنا تقلعه دلوقتي عشان اوريكم جماله من جوه عامل ازاي، مع ان هنا مفرهده ومش عايزه تقلع، صح؟ كانت نايمه اصلك وصحيتها من النوم عشان ننزل. بصوا الجاكيت منفصل لوحده، ودي احلى حاجه حبيتها. ليه؟ لان ممكن الجاكيت ده يتلبس على مثلا اي حاجه تانية، على اي فستان تاني، او على اي بنطلون مثلا وبلوفر، يتلبس على اي حاجه تانية. ممكن الجاكيت يتلبس لوحده. بصوا الايد، شايفين حته الكرانيش اللي في الايد دي باستك، لطيفه قوي وجميل جدا. عايزه اقول لكم والله شغل حلو قوي. بس اسمعوا مني انا، لما تيجوا تعملوا شغل كده ما تسترخصوش ولا في الخيط ولا في اي حاجه، عشان يطلع معاكم بالجمال ده. بصوا الفستان اصلا قط، بصوا هنا في حزام
وشغل لولي كده وفيه استك، وكمان ليه بطانه زي ما انتم شايفين، ومنفوش جدا. عايزه اقول لكم مش باين عشان هي قاعده، بس هو بصوا منفوش جدا، وهنا انتوا عارفين بنحب المنفوش والحاجات اللي كده. خلاص. واحلى حاجه طبعا الشنطه اللي عملتها. عايزه اقول لكم يوم ما جابت لي الفستان الشنطه دي كانت ملياها شوكولاتات عشان خاطر هنونه، صح؟ المهم انا هسيب لكم رقم تليفونها في اول تعليق. والله العظيم ما اعلان، والفستان انا دافعه ثمنه ودافعه ثمن الخيط، مش اعلان خالص. لو اعلان كنت صورته في ساعتها، لكن هو مش اعلان خالص. ده الفستان معمول بقاله شهر ونص ولا حاجه، بس ما كانش فيه وقت مناسبه معينه تلبسه، فاهمين؟ النهارده الجو تلج تلج، فانا قلت لا لازم البسها حاجه تقيله، فحسيت ان هو مناسب لخروجه النهارده، خصوصا كمان ان ندى بعيده، يعني مش احنا مش ساكنين جنب بعض، لا هي ندى يعني قولي بيني وبينها كده يعني ساعه الا ربع مثلا بالمواصلات، لو ركبت اوبر قولوا نص ساعه لو اختصر ومشي من الصحراوي كده. لما بيبقى الطريق زحمه ساعات بقعد ساعه في الطريق، فالجو برد قلت ادفيها النهارده وتلبس كده، وملبساها من تحت شراب بكلون. هوريكم بقى وهي ماشيه بيه ان شاء الله واحنا نازلين، هوريكم بقى القمر بتاع هنا بالفستان الجميل ده، صح؟ لفي كده. وشايفين التوك اهي، التوك اللي بتقعدوا تقولوا لي التوك بتاعت هنا اهي، توكه حمراء اهي لون الفستان اهو 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 اهو، القطه اهي اهي، صح؟ يلا يا يوسف اقفل الشاشه، خدي هنا البسي الشنطه. بس هنا لبست اهو. قولي لهم بقى حطوا لايك للفيديو، حطوا لايك، حطوا اشتراك عشان ينزلكم فيديو كل يوم جديد واحسن من كتير ان شاء الله. يلا بينا عشان احنا اتاخرنا على ندى. كل سنه وانتم طيبين. حلو البوس ده، مش بتديني انا بوسه ليه؟ هاتي. الله. نزلنا، عايزه اقول لكم الساعه 5:30، رايحه لاختي متاخر، نجهز السفره. رايحين نقعد على الاكل. المفروض بصوا كنت اروح بدري، بس يوسف كان عنده درس وخلص درس الساعه 5، فاحنا لبسنا وقاعدين مستنيينه، ده اللي اخرنا. انا ازيك يا جانا؟ مش كان انا، كان جانا. دي جانا صاحبه جانا بنتي، نسمة بقت نسمة. هي اسمها نسمة الحقيقية. بس مش مشكلة، مش هيقولوا لك ورينا البطاقة، مش مشكلة. النوس فين يوسف؟ انت مش باين. تعالى تعالى يا يوسف، الجو هوا، الجو برد. انت لو شفت امبارح في نوني هلا، انا جاي من الدرس بطيء. شايفين شكل الفستان؟ كانت في زينة هنا وقعت. وكالعادة زي كل سنة لازم المغرب يأذن وانا في الشارع. مفيش مرة اروح لها بدري، بس اعمل ايه غصب عني، المشوار وعندنا دروس. الله اكبر، اللهم اني لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت ذهب الظلم وثبت الاجر ان شاء الله. وهنا نامت مش قادرة اشيلها. صحيح بتجي هلوجة انا. عايزة اقول لكم حاجة، انا امبارح فطرت الساعة 2 بالليل، يعني ده وقت سحور. محمد عشان مشي اكتئبت بقى شوية وكده، وجي وقت الفطار مرضتش اكل ونمت بقى، كنت تعبانة، فانا بفضل دايما النوم والراحة عن الاكل، فنمت. احكي لكم الحكاية عشان ندى ساكنة في الدور السادس، قبل ما اطلع اكون حكيت لكم القصة. يلا. المهم صحيت بقى الساعة 2 بالليل، المفروض ده وقت سحور مش فطار، بس انا مكنتش لسه فطرت، فعملت اكلة هي اللي ساندة قلبي لحد دلوقتي ومخلياني مقاومة وما تعبتش النهاردة بسبب الاكلة اللي انا اكلتها دي. كان محمد دايما يعملها واقعد اتريق عليه. هي ايه بقى الاكلة دي؟ تمر تجيبيه وتقشريه وتحمصيه في سمنة بلدي، وتهرسي فيه كده في السمنة البلدي على النار لحد ما يطرى، وبعد كده تنزلي عليه بالبيض، تحطي بقى بيضتين 3. انا عملت كده امبارح،
وكلت بقى البيضتين مع التمر في بالعيش، والله الاكله دي سنداني لحد دلوقتي، رغم ان انا امبارح ما اكلتش غيرها. فحبيت اقول لكم واعتذر لجوزي الغالي عشان كان بيعمل الاكله دي واقعد اتريق عليه، كان يقعد يقول لي ده الاكله دي بتقوي، كان يقعد يقول لي ده الاكله دي بتقوي وتسند. سمعت كلامه لما جربتها. واخيرا طلعت بقى عند اختي، لقيتهم والله ما كلوش، وقعدوا استنوني واستقبلوني بالعصير من على الباب والميه، الله يكرمهم. وندى كانت عامله اكل تحفه تحفه، سمك مشوي وسمك سنجاري وجمبري وكابوريا وجندفلي ورز صياديه وسلطه بابا غنوج، وكانت عامله شوربه سي فود، كانت عامله اكل كتير جدا وسلطه، الله يبارك لها وتسلم ايديها وعينيها يا رب. هتلاقوها بقى مصورة العزومة بتاعتها ومصورة الأكل ده هي عاملاه ازاي في القناة بتاعتها. هسيب لكم لينك القناة بتاعت ندى في أول تعليق تحت، وابقوا روحوا شوفوا فيديوهاتها جميلة جدا 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 وتشجع كده وتشرح القلب. الله يكرمها يا رب ويديها الصحة والعافية. وانبسطت قوي ان انا اتجمعت مع اخواتي النهارده، الله يكرمها يا رب. كان يوم جميل قوي وقضينا وقت حلو مع بعض وقعدنا بقى نضحك ونهزر، بس صراحة ما صورتلكوش كل حاجة، يعني اللي قدرت اصوره صورته. هنونة بقى ايه بتحب السمك انتوا عارفين، وهي كان نفسها تاكله بقالها يومين، بس انا قلت لها ايه احنا هناكله عندنا ده بس. فقعدت تقول لي جنى قلعيني عشان تقعد بقى ايه تاكل براحتها وتقشر يعني. فندى حطت لها بقى جمبري قدامها وسمك تونة وسمك مشوي، وهي قعدت تفصص. وكمان دنيا كانت قاعدة جنبها اللي لابسة الإسدال الأزرق ده، دنيا، وقعدت تقشر بقى لهنا وتأكلها. والحلويات بقى كانت جلاش وحلويات مشكلة، وشربنا شاي وعصير. وبصوا نزلت من عندهم مش قادرة اخد نفسي من كتر الأكل. فيديو النهاردة بسيط وخفيف، يا رب يكون عجبكم، وإن شاء الله أشوفكم بكرة على خير. باي باي.